الصدمة ماشي ديما حادث. الصدمة ممكن تكون لحظة، ولكن كتعيش معك سنين. كتكبر وكتعلم تخبي، تسكت، تأقلم، ولكن في الأعماق الجرح باقي حي. كيتحكم فيك، في اختياراتك، في حبك، في شغلك، وحتى في صحتك. وهنا السؤال الحقيقي: واش كتعيش حياتك ولا كتعيش صدمة ديالك؟ في هذا الفيديو غادي يكشف لك الحقيقة التي لم يخبرك بها أحد. الصدمة النفسية ليست فقط ما حدث لك، بل ما حصل بداخلك حين لم يستوعبك أحد. في هذا الفيديو غادي تكتشفي معايا كيفاش كتشكل الصدمات النفسية منذ الطفولة، تأثيرها العميق على العلاقات ديالك، قراراتك، وحتى صحتك، وكيفاش تبداي رحلة الشفاء بخطوات عميقة وتمرين داخلي مؤثر. رسالة حب عميقة لطفلتك الداخلية. فإذا كنتي مرهقة من التمثيل، من الهروب، من العلاقات السامة، هذا الفيديو هو دعوة صادقة لبدء حياة جديدة مليئة بالوعي والصدق مع الذات. شاهدي حتى النهاية وشاركيه مع كل مرة نسيت من تكون فعلا. فيلا نبداو. الصدمة النفسية كتبدا من لحظة فقدان الأمان. ماشي ضروري تكون عنف واضح، ممكن تكون نظرة، ممكن يكون تجاهل، صمت، مقارنة، أو لوم مستمر. الطفل ما كيعرفش يفسر، كيعرف غير يحس. إذا حس بالخطر، بالإهانة، أو بعدم الحب، كيخزن هذا الإحساس هذا في الجسم ديالو وفي العقل ديالو. الدماغ كيدير آليات دفاعية بحال النكران، التعلق، السيطرة، الكبت، باش يحمينا في هذيك اللحظة. ولكن المشكلة كنعيشوا بنفس الدفاعات وحنا كبار بلا ما نحسوا. في العلاقات ديالنا كنبداو نخافوا نترفضوا، فكنرضاو بالفتات. في القرارات كنختاروا بناء على الخوف ماشي الرغبة. فالجسم كيبدا يعبر وكيصرخ بلا ما نفهموه، بالقلق، الأرق، الأمراض المزمنة. فلا ما وعيناش باللي واقع، غادي نعيشو مرات ومرات مع ناس مختلفين ولكن بنفس الألم. الصدمة ماشي نهاية وماشي حكم مؤبد، ولكن ما يمكنش تداوي شي حاجة انتي ما عارفاهاش أو ما معترفاش بها. أول خطوة هي أنك توقفي وتشوفي فين تقاسيتي، بلا لوم، بلا هروب، بلا تمثيل القوة. احنا تعودنا نهربوا بالضحك الزايد، بالإدمان على العلاقات أو العزلة، بالخدمة الزايدة، أو بالبرود وعدم الثقة. ولكن راه الهروب عمره ما كان شفاء. الشفاء كيبدا بالمواجهة. الجرح العاطفي غالبا كيكون من الطفولة، لحظات حسيتي فيها أنك غير كافية، ماشي محبوبة، أو خاصك تثبتي نفسك باش تقبلي. هاد الجرح كيخليك تختاري الناس الغلط وتكرهي ذاتك وتردي على الصدمات بالعنف أو بالصمت. ولكن تذكري، الناس اللي جرحوك ما قدروش يشفيوك. الشفاء مسؤوليتك وكتبدا بقرار. غادي نعطيك تمرين عملي واللي هو لقاء مع الطفلة اللي فيك. هاد التمرين هذا حاولي تعمليه، غادي يقربك من الطفلة الداخلية ديالك. نطلب منك خدي وقت هادئ وجلسي بوحدك في مكان اللي ما غادي يشوش عليك حتى شي حد. خدي الوضعية اللي انتي مرتاحة فيها. غمضي عينيك دائما من بعد التنفس العميق. تخيلي راسك طفلة صغيرة حزينة خايفة، جاها شي حد وقال لها سكتي. دابا نطلب منك تخيلي نفسك في اللحظة الحالية داخلة عند هاد الطفلة وكتقولي ليها: أنا معاك، سمحي لي حيت خليتك بوحدك، انتي ماشي ضعيفة.
انتي كنتي محتاجة الحب والأمان، ومن اليوم غادي نسمعك ونحميك وما نسمحش لحتى واحد يقلل منك. ومن بعد كتبي رسالة لهذيك الطفلة وعلقيها في مكان تشوفيه كل نهار، راه هي اللي عايشة فيك وباغا غير تفهم وتحب. الصدمة كتبدا بجرح، ولكن الشفاء كيبدا من الحب. حب ذاتك، حب حقيقتك، حب الطفلة اللي فيك اللي دازت من بزاف صدمات ولكن ما عمرها ماتت. غير سمعي ليها، راها ديما كتسناك. ربما ما كانش ذنبك انك انكسرتي، ولكن اليوم قرار الشفاء بين يديك. ماشي ضروري يفهموك وماشي ضروري يعتذروا ليك، المهم هو انك ترجعي انتي لنفسك. اللي بغيتك تعرفيه ان اقوى انتقام من الصدمة هو انك تولي امرأة واعية سالمة وحرة. رجعي يديك لديك الطفلة الداخلية وقولي لها انا هنا، ما غاديش نخليك بوحدك مرة أخرى. أنا كوتش لايا، مرشدة ورفيقة في رحلة العودة إلى الذات، متخصصة في الوعي العاطفي، شفاء الطفلة الداخلية، وتحرير النساء من القيود الخفية اللي زرعها الألم والخوف والتعلق. كان آمن أن كل مرة كتستحق تعيش حياة حقيقية بلا تمثيل، بلا تضحيات مدمرة، بلا قناع. مع الكوتش لايا غادي تكتشفي كيفاش تداوي الجرح بصوتك، وكيفاش تحبي نفسك من جديد، ماشي من الأنانية ولكن من الشفاء. إلا لامسك هذا الفيديو وحسيتي بشي حاجة تحركت في الداخل ديالك، اشتركي في القناة وفعلي الجرس باش يوصلك كل فيديو جديد في رحلة الوعي والشفاء. وما تخليش هذه الرسالة توقف عندك، شاركي هذا الفيديو مع كل مرة محتاجة تسمع صوتها من جديد. شكرا.